ريال مدريد يسحق اتلتيكو مدريد بخماسية في ماتش السوبر. ماتش كان مليء بالريمونتادا. ريال مدريد يمرض ولا يموت. ريال مدريد رجع في الماتش كذا مرة، كان خسران ورجع وبعد كده اتقدم وبعد كده بقى خسران ورجع تاني، وبعد كده انهى الماتش وضرب ضرب اتلتيكو مدريد يعني في مقتل. فماتش كان مليء بالحاجات، سواء تكتيكات سواء لقطات حلوة قوي من لعيبة الريال. ماتش كان دسم دسم دسم. فيلا بينا عشان نتكلم عن الماتش ده ونلخصه واحدة واحدة. فيلا بينا. في البداية التشكيلة كانت ال 4-4-2 دايموند المعتادة بتاعت ريال مدريد. في حراسة المرمى كيبا ريزابالاج. رباعي خط الدفاع كان فيرلاند بيندي وناتشو وروديجير. وباك اليمين كان كارفاخال. رباعي خط النص تشاوميني ومودريتش وفالفيردي وبيلينجهام، واتنين مهاجمين وهم رودريجو وفينيسيوس. الماتش كان بادئ سخن جدا، هجمة من هنا وهجمة من هنا وكله بيهجم على كله. وماتش كان يعني نار من أول دقيقة لحد آخر دقيقة. الماتش ابتدى هدف في الدقيقة السابعة، كرة ملعوبة عرضية كالمعتاد في ماتشات أتلتيكو مدريد مؤخرا. عرضية ملعوبة، هيرموسو يطلع يسجل الهدف الأول لأتلتيكو مدريد. هدف مبكر جدا في ريال مدريد زي اللي حصل في الدوري بالظبط. برضو اول 10 دقايق تلبس اهداف من عرضيات. انا مش فاهم، انت المفروض والله احنا عارفين من قبل ما الماتش يبدأ ان احنا هنلبس جون عرضية من البداية. فانا مش فاهم يعني اذا كانت الجماهير نفسها عارفة ان هي تستقبل هدف من عرضية، تمام، وبعد كده لما نتكلم في الماتش ان هو ما كانش هدف واحد بس، دول اتنين. فلما الجماهير عارفة ان انت العرضيات خطر عليك جدا، انت مش قادر ان انت تمنعها كمدرب وبتجهز بقى للماتش وعارف كل الكلام ده، وانت المتحكم في اللعيبه وتكتكس اللعيبه والكلام ده كله ومش قادر تمنعهم. فكانت الصراحه كانت مستفزه جدا. بعد كده في الدقيقه التاسعه شفنا كوره خطيره من لينو على الطرف ويسدد يعني يسدد كوره كده على المرمى، ولكن كبه بيتالق وبيشيلها. فانت في ظرف 10 دقايق اهو جابوا جون وضيعوا التاني، وكانوا هيجيبوا كمان كذا هدف. فالموضوع كان خطر. انت كمان رحت وضيعت، ولكن كهجمات بقى خطيرة خطيرة خطيرة، هم جابوا جون فعلا وضيعوا هدف محقق. بعد كده في الدقيقة 12 شفنا كورة كده ما بين بيلينجهام ومدافع من اتلتيكو مدريد، والكورة بتطلع بره اوت. وشفنا بيلينجهام رايح للجماهير وبيحاول ان هو يحمسهم كده وشجعه وبتاع. فلقطة حلوة من بيلينجهام عمل لقطة حلوة قوي في الماتش وصايعة جدا، هنتكلم عنها قدام في الفقرة بتاعت الكلام عن كل لعيب كده. كانت لقطة جامدة جدا وحلوة جدا، وحلو قوي بقى ان هي تطلع من لعيب عنده 20 سنة بس. في الدقيقة 14 شفنا بقى بداية الحلاوة بتاعة الحكم اللي احنا عارفين اصلا ان هو هيظلمنا النهاردة 100% من ماتش الدوري، لان هو كان نفس الحكم بتاع ماتش الدوري اللي كان فيه ضربات جزاء واضحة جدا وما حسبهاش، وفاولات وما اتحسبتش، وضيع على الريال الماتش، وكان فيه اهداف ما اتحسبتش وكل الكلام ده. فالحكم ده كان هو برضه الحكم بتاع ماتش النهارده في السوبر، فاحنا كنا عارفين اللي هيحصل. وبالفعل كورة يعني في الدقيقة 14 ضربة جزاء بين ليفينيسيوس جونيور. ماشي، دي ممكن ما تتحسبش، ولكن في كورة كمان برضه كانت المفروض تتحسب، هنتكلم عنها قدام شوية. برضه انا مش فاهم ازاي ما اتحسبتش، الاتنين ما اتحسبوش. ضربة جزاء ضربة جزاء يعني ماشي، دي ممكن تبقى خفيفة شوية، ولكن التانية بقى دي يعني هوريها لك. التانية ما ينفعش ان هي ما تتحسبش. بعد كده في الدقيقة 19 شفنا هجمة خطيرة كمان من موراتا. كورة كانت على الطرف كده، ولكن الحمد لله بيحطها في الشبكة من الجنب وبتطلع بره وما تبقاش هدف على ريال مدريد. كورة كانت هتصعب الدنيا قوي بقى. انت بتتكلم كده في ان هما كانوا ممكن يبقوا التاني او التالت في ظرف ان انت كان ممكن تجيب جون، فكان الماتش هيبقى صعب قوي عليك، ولكن الحمد لله ان هي بتضيع وتطلع بره. وبعدها بدقيقة على طول ريال مدريد بيبدأ العقاب وبيعاقب أتلتيكو مدريد على الفرص اللي ضيعها، وبيفهموا كده ان انت لو ما خلصتش الماتش وجبت 3 4 على طول ورا بعض يبقى هتتعاقب. لوكا مودريتش بيرفع كورة ويخش روديجير ويحطها بدماغه. كورة لو اتفرجت عليها مش هيجي في دماغك غير هدف واحد بس، وهو هدف العاشرة، هدف سيرخيو راموس. كورة تقريبا بكل التفاصيل، لوكا مودريتش بيرفع، روديجير بيخش يحطها قريبة شوية من حطة راموس في الماتش. كورة فكرتنا بهدف العاشرة، كورة كانت حلوة قوي. لوكا مودريتش انت دايما بنحبه، مقولة كده، اي ركنية جميلة اعرف ان كان وراها لوكا مودريتش. لوكا مودريتش
لازم تحبه، لازم تبقى مستمتع بأدائه في الملعب. لعيب كويس جدا. ما يعني مش عارفين ده لما يعتزل هنعمل ايه، او يمشي لا قدر الله او الكلام ده، هتبقى برضو لحظة صعبة جدا، زي كريستيانو، زي سيرخيو راموس، زي مارسيلو. هتبقى صعبة شوية. بس المهم ان احنا نستمتع بالماتش بتاع النهاردة، وما تحاول، وان انت تحاول ان انت ما تضيعش اي ماتش لوكا مودريتش هيلعب فيه. حاول ان انت تتفرج عليه، وحاول ان انت تلحقه. بعد كده في الدقيقة 21 ضربة الجزاء بقى التانية اللي كنت بكلمك عليها. انا مش فاهم دي ازاي ما اتحسبتش حرفيا. يعني رودريجو رقص وبيعدي، وراح الباشا واكله بالنص كده. انا مش فاهم دي ازاي ما تتحسبش. دي بقى اللي باينه. يعني بتاعت فينيسيوس احتكاك طفيف، ممكن تقول فينيسيوس بيتلكك. احنا عارفين ان فينيسيوس يعني بيأفور شويه في المواضيع، وعارفين الكلام ده كله. فعشان كده ممكن الحكم ما يرضيش يرجع لفار مثلا وما يحسبهاش. لكن دي ازاي ما تتحسبش؟ انا نفسي افهم دي ازاي ما تتحسبش. باينه جدا، واضحه جدا، ما ينفعش ان هي ما تتحسبش. للاسف الحكم ما يحسبهاش برضه، ويضيع على ريال مدريد ان هي تقتل الماتش من بدري قوي. ولكن هنعمل ايه؟ بعد كده في الدقيقة 28 شفنا كورة تاني لريال مدريد، كورة عرضية تقريبا كانت من لوكا مودريتش ورايحة على دماغ روديجير. ولكن للأسف خيمينيز بيطلع قدامه كده وبيشيل الكورة وبيلحقها، ولكن كانت هتبقى هدف لريال مدريد، والهدف التاني على طول وراه بسرعة. فخيمينيز أنقذهم من هدف تقريبا محقق للريال. بعد كده في الدقيقة 29 شفنا كورة غريبة عجيبة، مش ممكن. فيرلاند مندي بيبدأ الهجمة، وبعد كده الهجمة بتروح الناحية التانية لكارفاخال اللي بيلعب العرضية. وشفنا فيرلاند مندي داخل بيقطم كده، وفيرلاند مندي بيحطها بفينش خيالي، ولا الظاهرة رونالدو 2002. فينش خرافي من فيرلاند مندي، يحطها يغمسها برجليه كده، تخش كوبري وتروح في الزاوية البعيدة. صعبة صعبة صعبة. تحرك فيرلاند مندي ان هو يوصل لحد هنا حلو جدا، انهاء منه حلو جدا، يعلن عن الهدف الثاني لريال مدريد، هدف التقدم للريال في الماتش بتاع النهارده. كوره حلوه قوي، الاسيست حلو من كارفاخال، الهدف حلو قوي 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 من فيرلاند مندي، ويعني ابتدى يحط خطوه لقدام في الماتش. بعد كده في الدقيقة 30 شفنا هجمة خطيرة جدا لرودريجو، كورة بياخدها كده على الطرف ويحاول ان هو يخش ويسدد على المرمى. ولكن اوبلاك كالمعتاد بتاع اوبلاك بيتألق وبيشيل الكورة. طبعا دايما اوبلاك بيجي في ماتشات كده بتاعت ريال مدريد، او عموما في ماتشات كتير جدا، اوبلاك بيبقى متألق وبيشيل كور كتير جدا وبيصد صدات خيالية. بعد كده في الدقيقة 37 شفنا كورة كده روديجير ولوكا مودريتش بيخبطوا في بعض، وجريزمان يعني الزاوية بتفتح قدامه ويسدد من بره ال 18 أو من جوه ال 18 بحاجة بسيطة يعني، ويسدد هدف لأتلتيكو مدريد، ويعلن عن هدف التاني وهدف التعادل لأتلتيكو مدريد. كورة كبة النهاردة عمل كل الأخطاء اللي احنا متعودين عليه منها. احنا عارفين ان كبة مش حلو في العرضيات، ومش حلو في التسديدات البعيدة، والحمد لله الاتنين دخلوا فيه النهاردة. ولكن خلاص بقى للأسف هي الغلطة الأكبر شوية كانت على روديجير ولوكا مودريتش، فمش هنلوم على كبة قوي. ولكن هدف التعادل لأتلتيكو مدريد عن طريق جريزمان. بعد كده في الدقيقة 43 شفنا كورة لرودريجو. أنا مش فاهم دي ازاي ضاعت. أنت يعني استلمت الكورة وهوشت في الأول، ما تسرعتش على الكورة، فضلت هادي، هوشت وكانت تهويشة حلوة قوي، اللعيبة راحت في حتة. وبعد كده وقفت على الكورة سنة كده، اللي هو حلوة برضو ان انت ركزت شوية المفروض في الكورة، وما تسرعتش ان بعد التهويشة حطيت على طول فاستنيت، والمفروض قريت الجون وعملت كل حاجة. وفي الاخر رحت يا باشا حاططها في رجل اوبلاك. يعني انا مش فاهم، الزاويه التانيه فاضيه سهله جدا، اوبلاك واقع على الارض، انت بتديها له حرفيا في المكان اللي هو موجود فيه. يعني ازاي؟ يعني ازاي؟ انت لو خايف مثلا ان هو كان بايديه في الزاويه دي فبتشوطها في الناحيه التانيه اللي عند رجليه، لا، ما انت حاططها على الارض، يعني حطها عاليه شويه مش هيجيبها. ما انت لو حطيتها اصلا يعني الموضوع كان صعب بالنسبه لك في الزاويه التانيه عند رجليه، فحطيتها على الارض عشان هي عكسيه بالنسبه لك. لكن الزاويه اللي قدامك سهله قدامك، ايدين اوبلاك هيعرف ان هو يصد بيها اكتر من رجليه، ولكن الزاويه بالنسبه لك انت سهله، معدوله على رجليك اليمين، فهتقدر ان انت تحطها عاليه، فهتبقى سهله بالنسبه لك كانهاء. ولكن للاسف انت بتحطها الناحيه التانيه، فاوبلاك بيتالق وبيشيلها برجليه، وبعد كده بيلحقها على الخط بايديه ويمسكها، وتضيع فرصه غريبه قوي من رودريجو. وبينتهي الشوط الاول على كده 2-2 ما بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد. شوط اول شفنا فيه اهداف كتير جدا، 4 اهداف في الشوط الاول بس.
شفنا فيه ضربتين جزاء ما اتحسبوش لريال مدريد، شفنا فيه هجمات كتير قوي من اتلتيكو، هجمات كتير قوي من الريال، كرة رودريجو، كرة موراتا، كرة لينو. فشفنا في الشوط الاول ده كور كتير جدا، ماتش كان حماسي جدا، وماتش ضاع فيه كور كتير جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت اتسجل فيه اهداف كتير جدا. فكان ماتش حلو قوي، وكانت ليلة حلوة قوي ما بين الفريقين. وبيبدأ الشوط الثاني بكرة خطيرة جدا من اتلتيكو مدريد، الدقيقة 54، كرة برضو لينو مصدر الخطورة النهاردة من اتلتيكو مدريد. يعني بيحاول، يعني بينفرد كده بكبة من على الطرف شوية ويسدد، ولكن برضو الحمد لله بتيجي في الشبكة من بره وبتضيع. وكان هيبقى مشكلة هدف بدري قوي في الشوط، بدري قوي يعني في الماتش كده من يعني الشوط الثاني، فكانت هتبقى وحشة قوي لريال مدريد. وفي الدقيقة 67 شفنا تبديلة الأولى لريال مدريد، وهي نزول توني كروس مكان لوكا مودريتش. تبديلة تمام، لوكا مودريتش برضو ما يقدرش ان هو يكمل الماتش كله، فكروس ينزل. والحلو ان كروس لما ينزل مكان لوكا مودريتش، ان الاتنين صعب شويه ان الملعب يستحملهم، خاصه في ماتش قدام اتلتيكو مدريد، ماتش عنيف شويه، وماتش كمان فيه الريتم بتاعه عالي جدا، 2-2 في الشوط الاول بس. فلازم يبقى ده مكان ده وده مكان ده، ما ينفعش الاتنين يبقوا موجودين هما الاتنين في الملعب. فتبديله حلوه من انشيلوتي. بعد كده في الدقيقة 71 ما تفهمش المخرج كان بيعيد كورة يعني أو كده، ففجأة بنتفاجئ كارفاخال، يعني الكاميرا ترجع تاني على الماتش، بنلاقي كارفاخال بيسدد كورة كده انفرادة مع أوبلاك. أنا مش فاهم دي إزاي ضاعت. كارفاخال الكورة جات له يعني شبه جوه الست ياردة وبيسدد، ويعني حطها في نص الجون كده، وأوبلاك بيتألق وبيشيلها، ولكن كانت وحشة شوية من كارفاخال، كان محتاج إن هو يوديها يعني يمين أو شمال كده، ومش يحطها في نص الجون. بعد كده في الدقيقة 73 شفنا كرة خطيرة جدا لأتلتيكو مدريد، كرة بيرفعها جريزمان وبتروح لهيرموسو فاضي لوحده تماما على الزاوية البعيدة، على العارضة البعيدة يعني، فاضي لوحده بيستلم الكرة، يعني خد الكرة بكل أريحية سددها، ولكن الحمد لله بتيجي في الشبكة برضو من بره، ولكن كان إنذار للي ممكن يحصل يعني ممكن يحصل في الماتش. كرة تاني مرة هرموسو يطلع ولوحده وسهل قوي عليه، وقبلها مراتا، وهو هيجي واحدة كمان بعدها مراتا. فأنا مش فاهم ازاي اللعيبة في العرضيات مش مركزة قوي للدرجات دي. يعني انت جوه الماتش نفسه حتى مش واخد بالك ان العرضيات خطيرة جدا عليك، ودخل فيك جون وكان هيخش فيك التاني والتالت بسبب الكرة يعني الهجمة دي بس، ولكن انت برضو مش مركز فيها، وكانت خطيرة جدا جدا جدا. وطبعا في الدقيقة 78 بعد كل التهديدات دي لازم هيبقى في هدف من اتلتيكو مدريد، كورة برضو ملعوبة بالعرض، كبة طالع وروديجير قدامه، وفي النص ما بينهم موراتا. انا بقى نفسي حد يفهمني ايه اللي كبة عمله ده. يعني يا باشا خلاص، انت عامل فيها اعظم حارس في التاريخ وطالع تشيل الكورة، امسكها بقى او شتتها عدل، لكن حضرتك جاي بتحطها في الارض وبترفع رجليك دبل كيك تحطها في نفسك. انا مش فاهم يعني انت ازاي عملتها كده. يعني بجد انت لو لعيب في الملعب، لو مراتا هو اللي مكانك مش هيعرف يحطها الحطه اللي انت حطيتها دي. يعني انت حرفيا صديتها وبعد كده رجعتها برجليك، عملت كده ازاي؟ انا مش فاهم ازاي عملت كده، انا نفسي افهمها يعني. الميكانيزم بتاع الكرة دي انا مش فاهم انت ايه اللي انت عملته ده. طلعت حطيت الكرة في نفسك جون، بتصعب الماتش، جون في توقيت خطير جدا في اخر الماتش، اخر خلاص 10 دقايق من الماتش، بتزنق الريال زنقه وحشه قوي، كوره وحشه قوي. انا يعني غلطتك الجون ده، غلطتك فعلا، وتستاهل ان هو يتسجل اون جول باسمك فعلا. كان في لقطه شفتها كده، كان من المدرجات، يعني انشيلوتي بعد الهدف على طول اتعصب ونده لكامافينجا ان هو لازم ينزل على طول دلوقتي حالا. وبالفعل كامافينجا اول ما نزل حصل كوره خطيره جدا، ولكن هنتكلم عنها بالتفصيل كده شويه، هنتكلم عن الكوره دي ولكن قدام شويه بعد ما نتكلم عن التبديلات اللي حصلت في الماتش. لان في الدقيقه 81 كامافينجا بينزل مكان فيرلاند مندي، هو ده التبديل اللي انا بتكلم عنه. ولكن اللي كامافينجا عمله بالظبط هتكلم عليه بعد التبديله اللي جايه دي، لان كان في تبديله كمان بعد تبديله كامافينجا دي بدقيقه على طول، وهي نزول دياز مكان تشاوميني. نزول دياز مكان تشاوميني كان مفيد جدا 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 للريال. ان انت بتنزل مهاجم مش خوسيلو، هي دي بقى المشكله، ولكن برضو دياز متالق ومفير جدا الفتره دي، وتطلع تشاوميني لان انت خلاص انت خسران واخر 5 دقايق، فلازم تسحب CDM وتنزل حد بقى هجومي اكتر. فكان دياز تبديله حلوه جدا ومفيده جدا للريال.
وهنتكلم بقى عن جمال تبديلة كامافينجا دلوقتي حالا، لان الكرة دي جه منها الهدف التعادل لريال مدريد. كامافينجا قطع الكورة واستلم تحت ضغط، وقدر ان هو يخرج بالكورة من تحت الضغط بتاع اتلتيكو مدريد ويودي الكورة. هعرض لك الفيديو دلوقتي. يعني كامافينجا خد الكورة وطلع الضغط وعمل كل حاجة، وودى الريال في الهجمة المرتدة الخطيرة جدا. فينيسيوس جونيور بيروح على المرمى بتاع اوبلاك ويستغل سرعته ويسبق المدافعين ويحطها، يحاول ان هو يحطها ما بين رجلين اوبلاك كده، ولكن اوبلاك بيتصدى، ترجع لبيلينجهام اللي بيشوط واللعيبة تلحقها او اوبلاك يعني يصدها، ترجع لبيلينجهام تاني يسدد تاني ويلحقوها من على الخط، ترجع ابراهيم دياز وكارفخال يحاولوا، يعني ابراهيم دياز يحاول ان هو يشوطها، يلاقي كارفخال جايب وشه فيروح سايبها لكارفخال، كارفخال جاي رازع واحده جون، هدف، فرصه بسبعة ارواح لريال مدريد كده. شخصيه البطل بتحضر في الماتش، جون في الدقيقه 85، جون التعادل في وقت صعب جدا. اخر 5 دقايق في الماتش خلاص وكنت خسران 3-2 وبتسجل الهدف. جون جميل جدا وهدف جامد جدا وجميل جدا، وبيوريك التبديله بقى بتاعه انشيلوتي. كامافينجا حرفيا اول ما الريال لبس الهدف نزل، وكان بعدها بدقيقتين او 3 دقايق هو الهدف، يعني السبب في بدايه الهجمه بتاعه الهدف بتاع التعادل بتاع الريال. في الدقيقة 92 شفنا الكرة اللي كانت ممكن تنهي الماتش خالص، كرة إبراهيم دياز يلم كده على الطرف ويسدد، ولكن للأسف بتعدي بالعرض كده وما تروحش على المرمى. كانت هتبقى سيناريو مجنون جدا، الريال يرجع ويتقدم كمان في آخر 5 دقايق في الماتش. سيميوني كان ممكن يجرى له حاجة من كتر السيناريوهات اللي بيشوفها قدام ريال مدريد، ولكن خلاص للأسف ما بتخشش هدف وبنروح للإكسترا تايم، وساعتها هتشوف إيه اللي هيحصل في الإكسترا تايم. وبيبدأ الاكسترا تايم كده، والشوط الاول ما كانش فيه هجمات كتير قوي، يعني كان شوط عادي ما فيهوش حاجة خطيرة جدا ما بين الفرقتين، ولكن كل حاجة بقى كانت في الشوط التاني من الوقت الاضافي. الشوط التاني اصلا ابتدى بتبديلة سيبايوس وخوسيلو مكان فينيسيوس ورودريجو. نزول خوسيلو حلو ونزول سيبايوس كمان كان فكرة كويسة من انشيلوتي عشان يبدأ يمسك خط النص تاني. انا دلوقتي خلاص بقينا متعادلين، عادي جدا ان انا ارجع امسك خط النص، مش محتاج ان يبقى فيه 3 في الهجوم، لا ارجعهم 2 تاني وارجع لتشكيلتي 4-4-2 تاني، وعارف اني هكسب بسبب ان اتلتيكو خلاص مستنزفه في الاكسترا تايم. وكمان معنوياتها مش احسن حاجه بسبب ان انت تسجل هدف في الدقيقه 80 فتقول ان انت خلاص كده كسبت، فيخش فيك هدف في الدقيقه 85 فبتبقى معنوياتك بتبقى ساعتها يعني في الارض وضعيفه جدا. فكان تبديله حلوه من انشيلوتي ان هو يرجع يمسك خط النص تاني، وكان متاكد ان هو هيسجل هدف فيما بعد في الماتش. كان للاسف في الدقيقه 112 شفنا فالفيردي ماسك رجليه كده، وربنا يستر ما تكونش اصابه، وخارج من الملعب بيعرج، وبينزل مكانه أردا جولير، ولكن ربنا يستر ما تكونش إصابة لفالفيردي. أتمنى تعدي على خير إن شاء الله وما يبقاش فيها أي حاجة، لأن فالفيردي واحد من أهم اللعيبة في خط النص، لعيب مهم جدا، بالظبط هو خامس المدافعين، رابع خط النص وثالث المهاجمين، لعيب مهم جدا موجود في كل أنحاء الملعب، فيا رب ما يتصابش. في الدقيقة 116 شفنا هدف خوسيلو اللي بينهي المباراة، ولكن هدف هنقول ايه، كرة عرضية بيلعبها كان راكنها حلوة قوي، ولكن هرموسو او مش فاكر كان مين يعني خبطها برجليه فراحت الناحية التانية. اوبلاك راح يحاول ان هو يلحقها ولكن للأسف ما لحقهاش، ودخل هو جوه الشبكة هو والكورة، وهدف لريال مدريد شبه بينهي الماتش، وخلاص ريال مدريد بيكسب وبيعدي للدور اللي بعده. وفي الدقيقة 122 شفنا كورة خلاص رصاصة الرحمة، هدف لإبراهيم دياز، كورة شفناها كده كانت لأتلتيكو مدريد ملعوبة بالعرض، أوبلاك طالع بيحاول إن هو يساعدهم ولكن خوسيلو بيشتت الكورة، أوبلاك كان أقرب لها ولكن إبراهيم دياز يوسين بولت في الكورة دي، وبيفتح سبرنت روعة وبيلحق الكورة وبياخدها وبيسددها على طول. حلوة جدا يا جدعان، انت لو ركزت الكرة من بعيد جدا الجون فاضي ولكن بعيد جدا، وفي لحظة انت بتاخد قرار التسديد وبتسدد، وخد بالك ان كمان ضاغط عليك المدافع والحارس فانت مش بتسدد بأريحية. مش عشان الجون فاضي يبقى الموضوع سهل، انت لو رحت مكانه ووقفت في المكان ده هتعرف ان المكان ده بعيد جدا عن الجون، انت لو في حجز خماسي
وبتحاول تجيب جون من الجون للجون، هيبقى الموضوع صعب. ما بالك المسافه اصعب من كده كمان بكتير، وضاغط عليك 2 لعيبه كمان، انت مش بتشوطها مستريح. فكرة حلوه قوي من ابراهيم دياز، وبعد كده شفناه وهو بيحتفل. ابراهيم دياز اصلا للي ما يعرفش مصاب في الكتف، والمفروض ان هو يعمل عمليه من 5 شهور. فالموضوع اصلا صعب جدا، والموضوع بقى في حته تانية خالص، وبيلعب عشان خاطر ان هو ما يتوقفش في الفتره بتاعه الريال، وان الفريق محتاجه، وان احنا ما عندناش اي خيارات هجوميه، وما عندناش اي حاجه. ف غير الاصابات يعني كتير، فطبعا بيلعب هو وبلينجهام، المفروض ان هم يعملوا عمليات في كتف كل واحد فيهم، وبيلعبوا على الاصابات دي، وبيلعبوا بمسكنات والكلام ده كله. فحلو قوي من ابراهيم دياز ومن بلينجهام كمان. والهدف الاخير للريال مدريد اللي بينهي الماتش، وبتنتهي المباراة على كده 5-3 لريال مدريد، خماسية والانتقام من ماتش الدوري. لسه عندنا ماتشين كمان قدام اتلتيكو مدريد، او بمعنى ادق او ماشي ماتشين، يعني ماتش في الكاس ماتش مهم جدا، وماتش كمان في الدوري برضو مهم جدا. ماتش الكاس للاسف هناك عندهم في الواندا متروبوليتانو، ولكن ماتش الدوري على ارضنا لازم نكسب الماتشين ان شاء الله عشان نصعد في الكاس، وعشان نحافظ على الصدارة في الدوري ان شاء الله. نكسب الماتشين دول كمان، ونكسب برشلونة في الفاينل ان شاء الله، ونكسب السوبر، وتبقى اول بطولة كده لريال مدريد السنة دي. اما بالنسبه بقى لفقره تقييم اللاعبين، فاول لاعب معانا وهو كبه الريت بتاعه هيبقى وحش طبعا، سجل هدف في نفسه وكرة. الهدف بتاع جريزمان تلوم عليه سنة ان هي كانت ممكن تتجاب عادي، يعني التقييم بتاعه هيبقى مش اعلى حاجة، هيبقى قليل شوية، وتقييم كبه هيبقى 6/10. بعد كده نروح لرباعي خط الدفاع اللي فيه 3 منه سجلوا اهداف النهارده، فطبعا لازم نديهم تقييم عالي. طبعا لازم ياخدوا تقييم عالي، 3 اهداف مهمين جدا في الماتش. البداية هنبداهم كده واحدة واحدة. البداية كانت مع ناتشو، لأن مش هو اللي سجل أهداف، فهنبدأ كده بناتشو اللي هو كان أقل ريتنج فيهم. ناتشو النهاردة مش أحسن حاجة، ولكن برضو تمام، ما عملش كوارث كتير، ما تبروزش في الماتش لا بقطع كور ولا يعني بكور وحشة. ولكن في الآخر أنت برضو داخل فيك 3 أهداف، فبرضو لازم التقييم بتاعه مش هيبقى عالي. فناتشو كان النهاردة يستاهل 6.5/10. ونروح بقى للظاهرة فيرلاند مندي اللي سجل هدف إعجازي وتاريخي النهاردة. هدف حلو من فيرلاند مندي، كرة هو اللي بادئها وهو اللي أنهاها، جميلة جدا جدا جدا، فينش روعة روعة روعة. لو ما شفتوش لازم تخش تشوفه تاني. غمز الكرة برجليه كده وداها في الزاوية البعيدة، كرة حلوة قوي، وكوبري كمان في المدافع، فكانت حلوة قوي من فيرلاند مندي النهاردة، ويستاهل تقييم عالي، وتقييمه هو 7.5/10. نروح بعد كده روديجير برضو النهارده كان حلو في الماتش، سجل هدف روعة حلو يعني، وشال كور كتير كدفاعيا، يعني قطع كور كتير، فكان حلو النهارده ويستاهل هو كمان 7.5/10. ونروح بقى لبطل الليلة وعريس الليلة، واللعيب اللي أخد أحسن لاعب في المباراة النهارده من الاتحاد الأسباني، واللي بالنسبة لي برضو النهارده كان أحسن لاعب في الماتش، واحسن باك يمين في الكوره السنه دي بالسيزون ده كده. الاداء بتاعه ما شاء الله، ربنا بس ما يعني يبعد عنه الاصابات يا رب. فكارفاخال النهارده كان عالمي، سجل هدف وصنع هدفين حلوة قوي من كارفاخال، رايق جدا 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 النهارده، ويستاهل تقييم 9.5/10. وبعد كده نروح لرباعي خط النص، واول لاعب معانا وهو تشاوميني اللي ما كانش احسن حاجه النهارده، ولكن في حضور تشاوميني ريال مدريد بيكسب، في غياب تشاوميني ريال مدريد بيخسر. تشاوميني النهارده كان حلو، يعني مش احلى حاجه يعني، بس كان كويس تمام، ويستاهل تقييم 7/10. نروح بعد كده للوكيتا لوكا مودريتش. يا جماعة اتفرج عليه، استمتع بيه، ماتش اللي هو مش احسن حاجة عنده، هيديك 7.5/10 مستريح. ماتش حلو من لوكا مودريتش النهاردة، يستاهل 7.5/10 فعلا. مش احسن حاجة منه، ولكن لوكا مودريتش لمسة واحدة يعمل اسيست تجيب منه هدف التعادل، لمسة واحدة يوديك على الهدف انفراد، لمسة واحدة يقدر يعمل بيها حاجات كتير جدا. لوكا مودريتش استمتع، حاول تتفرج عليه، ما تضيعش الماتشات اللي خلاص اللي فاضلاله. خلاص احنا كلنا عارفين ان بالكتير قوي السنة دي او السنة الجاية هيعتزل للأسف، فما تضيعش الفرصة دي من ايديك وان انت تتفرج عليه. نروح بعد كده للصقر، خامس المدافعين، رابع خط النص، ثالث المهاجمين، فالفيردي. يا جماعة فالفيردي هتشوفه في أي حتة في الملعب، ما شاء الله، حرفيا هو بيعمل اللي هو قاله.
سأجري لأجل ريال مدريد حتى تنفجر قدماي. فعلا بيعمل كل حاجة يقدر عليها في الملعب. فالفيردي النهارده كان بيجري في كل حتة في الملعب لحد ما اتصاب وخرج. حرفيا هو بيعمل اللي هو بيقوله، هو فضل في كل حتة في الملعب بيقطع كور، بيروح ويسدد ويحاول في كل نقطة عرق من عنده وكل نقطة نفس من عنده لحد ما اتصاب وخرج، وخارج بيعرج. فالفيردي هنقول ايه، ويستاهل النهارده تقييم عالي ويستاهل 8.5 من 10. اما بقى بالنسبه لبلينجهام، فبلينجهام النهارده مش احسن حاجه، مش عمل ماتش وحش ولكن احنا متعودين منه على الروعه جدا. فماتش بالنسبه له كان عادي كده يستاهل 7.5 من 10، ولكن بقى عمل لقطه اللي كنت بقول لك عليها في اول الفيديو، لقطه روعه روعه روعه. تعالى بقى احكي لك واقول لك ايه اللي حصل. بلينجهام كان في كوره بيستفزوه فيها وان هي يعني اتضرب فيها وبتاع. فبيلينجهام مش زي فينيسيوس جونيور بيفكر يعني مش قصدي بيفكر اللي هو كده، ولكن مش عايز يحط نفسه في مشاكل، مش عايز يحط نفسه تحت ضغط جماهير او الكلام ده كله. فالباشا بيعمل ايه؟ راح واخد الكرة بيضيع وقت وماسك رجليه، عمل كأنه مصاب وضيع وقت بالكرة دي واستفزهم، وفي الاخر محدش قدر يعمل له حاجه. ما انت استفزيته وفي الاخر انت اللي صح كمان، محدش قدر يكلمك. وبعد كده راح ضغط عليهم وحاول ان هو يسجل هدف او يقطع منهم الكرة. يعني كانت لقطه روعه من بلينجهام. بلينجهام بيثبت ان ده ما شاء الله مش يعني اللهم بارك، يعني مش لعيب عنده 20 سنه، يعني لعيب خبرة كويسة جدا، بيهاجم، بيقطع كور، بيسجل اهداف، بيصنع اهداف، وكمان مش سهل ان انت تحطه تحت ضغط. فحلوة قوي من بلينجهام النهارده. اما بالنسبة للثنائي الهجومي فينيسيوس ورودريجو، فاول لاعب معانا وهو فينيسيوس. فينيسيوس كان كويس في الماتش النهارده، راح بكور كتير، ما سجلش اهداف، ما صنعش اهداف، ولكن كان خطر شوية على المرمى. يعني يستاهل 7.5 من 10، كويسة. هو ورودريجو تقريبا برضو، رودريجو نفس الكلام 7.5 من 10، راح كتير، عمل فرص كتير. ضيع كام كورة ممكن كانت تنزله في الريت شوية، ولكن برضو ان هو كان ليه ضربة جزاء واضحة جدا ما فيهاش اي شك. فبس كده ده تقييم اللعيبة النهاردة. وفي بقى كمان حاجة هنتكلم عنها هبقى اقول لك عليها دلوقتي حالا. اللي مش فاهم ايه اللي حصل توني كروس لما كان كل ما بيلمس كورة كانت الجماهير بتصفر عليه وتبوع عليه. اللي حصل ان الجماهير السعودية كانت متضايقة من توني كروس بسبب ان هو مبدئيا من زمان بقى، من ساعة كأس العالم كان بينتقد كأس العالم في بتاع قطر في المنطقة العربية يعني عموما. وبعديها كمان كان بينتقد ساعة انتقال جابري فييجا للنادي الأهلي السعودي. كان بينتقد برضه فكرة إن اللعيب يروح عشان الفلوس وإن هو لسه صغير وده شاب والكرة رايحة بينا على فين والكلام ده كله، وبيحط نفسه في مشاكل هو ملوش يعني مالكش دعوة بيها. تمام. وما كانش عايز ينتقل للدوري السعودي، وقال لك انا لو حصل ايه مش هروح للدوري السعودي وبتاع. فالجماهير كلها ما كانتش طايقاه، فطبعا كان كل ما بيلمس كوره كانوا بيصفروا عليه. وبس كده كان كل اللي في فيديو النهارده. اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن الفيفا وعن الكوره عن الفانتسي. سلام.